الحاجة رضا ركبت القطار وتاهت لتعود لأحضان أمها بعد 45 عاما. وخاطفة الدمام تنكرت كممرضة وسرقت 3 أطفال وربتهم حتى صاروا رجالا. قصص الخطف ليست شيئا نادرا في هذا العالم، وهي تحدث في مجتمعاتنا، وحتما جميعنا سمعنا قصصا مخيفة عن هذه الحوادث إلى درجة أصبحنا نخاف على أولادنا وبناتنا حتى وهم يلعبون أمام المنزل، وصرنا نتجنب أخذهم إلى أماكن مزدحمة. وللأسف الشديد هناك أشخاص كثر خطفوا وتلاشت آثارهم إلى الأبد، وهناك في المقابل أشخاص سواء أطفالا أو بالغين خطفوا أو ضاعوا لسنوات كابدوا خلالها الكثير من الآلام والعذاب، ثم عادوا إلى أحضان عائلتهم مرة أخرى بفضل من الله. وهؤلاء هم من سنتناول قصصهم في هذا الفيديو. والبداية ستكون مع الحاجة رضا التي عادت لأهلها بعد 45 عاما. تقول الحاجة رضا: كان عمري 5 سنوات، وكنت ألهو وألعب بجوار أمي بائعة الخضار، ولكني ابتعدت عن أمي في غفلة منها، وركبت قطارا حملني إلى مدينة مالوي في محافظة المينا. وسرعان ما لفت بكائي نظر المسؤول عن المحطة الذي أخذني وكتب محضرا بالعثور علي. أخذني الرجل إلى منزله لمدة 3 أيام، بعدها تم إرسالي إلى دار الأيتام. في الملجأ كنت ألعب مع ابنة أحد رجال الشرطة المكلفين بحماية المبنى، وقد طلبت الفتاة من والدها أن يأخذني إلى منزله، فوافق وأنهى إجراءات استلامي. عندما بلغت 15 عاما قررت الرحيل، وبدأت أجوب المحافظات وأشتغل كخادمة في البيوت، وذقت مرارة العيش، لم يكن لي مكان أحتمي فيه. ثم انتقلت إلى الأقصر، وهناك تعرفت على زوجي واستخرجت أول بطاقة هوية، وأنجبت 5 أولاد وفتاة. لكن زوجي رحل بسبب المرض الخبيث، فقررت العمل في بيع مواد غذائية بسيطة أمام المدارس لكي أعيل أطفالي الذين دخلوا الأزهر الشريف بمساعدة أهالي المنطقة. ويوما ما حكيت قصتي لسيدة، وكانت الوحيدة التي صدقتني، فسجلت لي مقطع فيديو بمساعدة أحد صناع المحتوى ونشره على الإنترنت. بعد فترة تم إبلاغي بأنه تم العثور على أهلي، وبالنهاية عادت رضا إلى عائلتها بعد فراق دام لأكثر من 45 عاما، والتقت أمها بها أخيرا، وكان لقاء مؤثرا. فالطفلة التي غادرتها بعمر 5 عادت إليها وهي بعمر 50. مريم خاطفة الدمام. ما بين عام 1993 و 1999 أقدمت امرأة تدعى مريم على خطف 3 مواليد. الأول يدعى نايف، اختطفته في عام 1993 من مستشفى الولاية بالقطيف، حيث دخلت متنكرة بزي ممرضة وتوجهت إلى أم نايف وتحدثت معها وطلبت منها أن تعطيها صغيرها تأخذه إلى الطبيب من أجل التطعيم. لكن نايف اختفى، وقد أخذته مريم كولد لها وسجلته باسم زوجها الأول. بعد أن تأخرت الممرضة بإعادة الطفل، أثار الرضيع غرابة الأم التي نهضت تسأل عن صغيرها، لتصاب بصدمة كبيرة حين علمت أن المرأة لم تكن سوى ممرضة زائفة خطفت رضيعها. وقامت الأسرة بالبحث عن ولدهم لسنين طويلة، ومات الأب للأسف قبل أن يرى طفله مجددا. وفي عام 1996 أقدمت مريم مرة أخرى على خطف طفل ثاني من مستشفى الولادة في الدمام. لقد استغلت نوم أم الطفل ويدعى يوسف، وقامت باختطافه بهدوء وأعطته اسم علي. وفي عام 1999 خطفت طفلا ثالث يدعى موسى. دخلت الخاطفة بزي ممرضة إلى غرفة أم موسى، وأخبرتها بأن رأس الطفل متسخ وأنها ستأخذه لكي تغسله، فأعطتها الأم طفلها، واختفت الخاطفة مع الطفل دون أثر. ولاحقا أعطت للطفل اسم آنس.
ثم كشف أمر الخاطفة في عام 2020 حين ذهبت مع أنس وعلي إلى الموارد البشرية لاستخراج هوية لهم، وكانت هناك أسباب لوضعها في دائرة الشك. الأول، كانت تحتضن طفلين لمدة طويلة وتدعي أنهما لقيطان دون أي أوراق ثبوتية. الثاني، التضارب في أقوالها حول كيفية عثورها عليهم ومن أين أتت بهم. والثالث، عدم تدوينها أي عنوان أو رقم للتواصل معها. كانت الموظفة إيمان الفرشوطي قد نجحت في كسب ثقة الخاطفة، ولم تجعل الخاطفة تشك بها، ما جعل مريم تشعر بالأمان وتقوم بزيارة الفرع مرة ثانية. وكانت الموظفة قد رفعت بلاغا لإمارة منطقة الشرقية وطلبت منهم التحقيق معها، وكانت بذلك سببا بعد الله سبحانه وتعالى في عودة المخطوفين موسى ونايف ويوسف إلى أحضان عائلتهم بعد 20 سنة. تم الحكم على الخاطفة بالإعدام بسبب اشتباهها في سحر وعقد زواج زائفة ومزاولة التمريض دون رخصة وتغيير أنساب الأطفال المختطفين الذين عاشوا سنوات طويلة على أنهم لقطاء ولم يحصلوا على حقهم في التعليم وامتلاك بطاقة هوية تثبت وجودهم في هذه الأرض. فتحت قضية خاطفة الدمام سجلات قديمة لأطفال قد خطفوا منذ سنين ولم يتم العثور على أي أثر لهم حتى الآن. فتيات أوهايو الأمريكية. في 23 أغسطس عام 2002 غادرت ميشيل نايت 21 عاما منزل قريب لها وهي في حالة يأس واكتئاب. كانت حياتها مضطربة بشكل كبير، فقد خسرت رعاية والدها لصالح الحكومة وإدارة مراقبة الأطفال، وكان بينها وبين أهلها الكثير من المشاكل. بعد اختفائها اعتقد كثير من الناس أنها قررت أن تغادر المدينة برغبتها هربا من المشاكل. بعد حوالي 8 أشهر من اختفاء ميشيل، في 21 أبريل 2003 انتهى دوام أماندا بيري 17 سنة في برجر كينج، وخلال طريقها للمنزل قابلت رجلا يدعى كاسترو يقود سيارته وعرض عليها أن يوصلها زاعما أن ابنه يعمل معها في نفس المطعم، فوافقت دون تردد. وبعد أن ركبت معه أرسلت رسالة إلكترونية إلى أختها قائلة لها أنها قادمة للمنزل برفقة شخص ما، وكانت هذه آخر مرة تتواصل فيها مع بشر. وفي عام 2004 عرض نفس الرجل كاسترو على جينا ديسوس 14 سنة توصيله، وكانت جينا صديقة لابنته، فاستغل هذه النقطة لكي يجعلها تركب معه، وكانت تلك آخر مرة يرى فيها أحد جينا. بعد اختفاء الفتيات حدثت ضجة عامة، لأن الناس شعروا بأن هناك شيء غير طبيعي، وأن هناك شخص ما يقف وراء عمليات الخطف هذه، ودبت حالة من الذعر والخوف في قلوب الفتيات ودويهن. لعل هذه الضجة واستنفار الشرطة الناتج عنها جعل الخاطف كاسترو يتراجع عن خطف المزيد من الفتيات ويكتفي بالثلاث اللائي لديه. وفي الحقيقة لم يكن كاسترو موضع شك مطلقا، كان محترما في مجتمعه، كان يعمل سائق باص منذ 20 عاما، وكان متفاعلا مع المجتمع الذي يعيش فيه، يلعب مع الأطفال ويسلم على الجيران، وإذا رأى شخصا على الطريق وسيارته متعطلة كان يقدم المساعدة. وكان له 3 بنات وولد، لكنهم يعيشون مع أمهم المطلقة، لذلك كان يعيش لوحده في المنزل. كان كاسترو من الجرأة والخبث، بحيث أنه يذهب للمشاركة في الاجتماعات التي يعقدها أهل البنات المختطفات من أجل مناشدة الحكومة والمجتمع لمساعدتهم في العثور على بناتهم. وكان كاسترو يبدي تأثرا كبيرا في هذه الاجتماعات ويواسي ذوي الفتيات ويعرض المساعدة. ما لم يعلمه هؤلاء الأهل المساكين أن هذا الرجل الواذع الذي أتى ليواسيهم ونفسه الوحش الذي قام بخطف فتياتهم وحبسهم في منزله، وكان يعاملهن بشكل سيء،
يحرمهن من الطعام لمدة طويلة، ويربطهن بالسلاسل ويغتصبهن، بالإضافة إلى الضرب والتعذيب. وإذا حملت إحدى الفتيات من كاسترو كان يقوم بضربها حتى تشهد. وحدها أماندا هي التي أنجبت طفلا بمساعدة نايت. في السادس مايو 2013 تمكنت أماندا مع طفلتها من الهرب أثناء عدم تواجد كاسترو بالمنزل، حيث تمكنت من الوصول لباب المنزل الزجاجي وصرخت طلبا للمساعدة، فرد على صراخها الجار أنجيل كورديرو، وانضم له شخص آخر وقاموا بكسر الباب، حيث خرجت أماندا وأخبرتهم أنها محتجزة مع بقية الفتيات منذ مدة طويلة، فتم الاتصال بالشرطة فورا وإنقاذ الفتيات. تم القبض على كاسترو وتوجيه عدة تهم إليه، منها الاختطاف والاغتصاب والشروع في القتل، ونال حكما بالسجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج المشروط مع مصادرة أملاكه وفقدان حقه في الاستئناف. ولحسن الحظ لم يتحمل كاسترو السجن، فانتحر في محبسه بعد شهر واحد فقط من حكم عليه. وفي 7 أغسطس 2013 تم هدم منزل كاسترو. أما الفتيات فقد استلزم الأمر فترة طويلة وعلاج نفسي مستمر حتى استطعن التأقلم مع المجتمع مرة أخرى والعودة لحياتهن الاعتيادية. ناتاشا كامبوش. استيقظت ناتاشا ذات ال10 أعوام صباح يوم 2 مارس 1998، فتناولت إفطارها كالعادة، وحملت حقيبة ظهرها، ثم ودعت والدتها وخرجت نحو مدرستها. لكن الطفلة لم تصل إلى المدرسة ولم تعد إلى المنزل. لقد تم اختطاف الصغيرة من قبل رجل يدعى ويلفانغ بيكولوبي، كهربائي سابق في شركة سيمنز. بيكولوبي جعل من ناتاشا أسيرة قبو منزله الذي كان قد أعاد تصميمه وتهيئته خصيصا لهذا الغرض الدني. قال لها: أنت لم تعودي ناتاشا كامبوش، بعد الآن أنت ملك لي. كان القبو ذو مساحة 5 أمتار بلا نوافذ وذو باب معدني عازل للصوت. خلال ال6 أشهر الأولى لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يستخدم معه أسلوب الترهيب والترغيب. فإذا كانت ناتاشا فتاة مطيعة يحسن معاملتها، وإذا كان العكس أساء لها. لقد أقنعها بأنه قد اتصل بأهلها وأنهم لم يظهروا أي اهتمام لمصيرها. لقد عاشت ناتاشا في رعب وعذاب دام 8 سنوات. خلال التحقيق في اختفاء ناتاشا، قال فتى في 12 من عمره بأنه رأى رجلا يسحب ناتاشا داخل حافلة بيضاء صغيرة. هذه الشهادة جعلت الشرطة تقوم بحملة بحث واسعة شملت 700 سيارة تحمل نفس المواصفات، لكن دون جدوى. في يوم 23 أغسطس 2006 أخرج الخاطف ناتاشا لكي تنظف الشاحنة، وخلال انشغاله باتصال تليفوني ابتعد قليلا عن المكان بسبب صوت المكنسة الكهربائية. فسارعت ناتاشا بالهرب واتجهت لأقرب منزل، حيث فتحت لها الباب امرأة عجوز فأخبرتها بأنها ناتاشا كامبوش المختطفة. تم التعرف على ناتاشا من خلال جواز سفرها وأثر جرح قديم، ومن خلال فحص الDNA كانت بصحة جيدة. وعادت ناتاشا لوالديها، ولاحقا في حياتها أصدرت كتابا تحكي فيه عن قصتها المروعة. أما الخاطف فقد قرر الانتحار برمي نفسه على قضبان السكك الحديدية. جوري عبد الله الخالدي. يوم الخميس 19 نوفمبر 2015 دخلت الأم العيادة وتركت جوري ذات ال3 أعوام برفقة والدها الذي انشغل لدقائق عنها. فأتى رجل وبدأ يلعب الفتاة الصغيرة والتقط لها بعض الصور، ثم أعطاها هاتفه النقال وجعلها تمشي أمامه حتى وصلوا إلى بوابة المستوصف. هناك سارع إلى وضع الطفلة في سيارته، ثم انطلق مبتعدا بعد أن اطمأن لعدم وجود كاميرات مراقبة حوله. لم يكن موجودا في المكان حينها سوى امرأة، لكنها لم تبدي أي ردة فعل لما رأته، فقد ظنت أنه والد الفتاة.
لاحقا انتبه الأب لاختفاء ابنته، وحين لم يجدها بعد البحث في المستوصف اتصل على الفور بالشرطة التي أجرت تحقيقات سريعة ومكثفة حول الحادث. ولحسن الحظ كانت صورة الخاطف قد التقطت بوضوح بكاميرا داخلية في المستوصف. أعلنت أسرة الجوري مكافأة مالية تقدر ب100,000 ريال سعودي لمن يعطي أي معلومات تخص الطفل. وكان الأب قد نشر أرقام هواتف الاتصال به في حال وجود الطفل. وعن طريق بلاغ من أحد المواطنين تم تحديد مكان الطفل والخاطف في أحد أحياء مدينة الرياض داخل شقة سكنية. وبعد القبض عليه اتضح أنه سعودي الجنسية وهو مطلوب في قضايا عدة. كما تم القبض على العاملة الإثيوبية التي كانت تهتم بالجوري. وتم العثور كذلك على مخدرات وسلاح. وألقي القبض على شخص عربي الجنسية كان له يد أيضا في خطف الطفلة. عادت الطفلة جوري إلى أحضان والديها بعد 11 يوما فقط من الخوف والبكاء. عادت إلى أحضان أمها لكي تقر عينها ولا تحزن. الطفل عبد الله هاني في 1 يوليو 2014 أمام المحل الذي تعمل فيه والدة عبد الله وأثناء صلاة العشاء وخلال حملة تفتيش على الباعة المتجولين في حي الحسين بالقاهرة اختفى الطفل عن أنظار والدته لمدة 5 دقائق فقط فلم تجده بعدها. واستنفر سكان الحي من أجل البحث عن الطفل عبد الله، حيث اتضح أن كاميرات المراقبة معطلة. وتوجه الوالد إلى الشرطة التي قررت الانتظار لمدة 24 ساعة ثم بدأ البحث. عاد الأبوين مرة أخرى إلى منطقة الحسين من أجل البحث عن ابنهم داخل المسجد، ولقد عثروا على دراجته فغمرتهم الفرحة وأصبح لديهم بصيص أمل بأن عبد الله موجود في المسجد. لكن اتضح لاحقا أن الحارس قد أخذ الدراجة من امرأتين كانتا تبيعان الشاي بسبب شجارهما عليها. توجه الأبوين إلى مكان المرأتين وكانت معهم والدتهم العمياء ويبيعون الشاي. قلب أم عبد الله كان يشعر بأن لهم يد باختفاء طفلها، وقد كانت إحداهن مرتبكة وتتهامس مع أختها وفي نظراتها قلق وخوف. حاولت أم عبد الله أن تستدرجهم بالحديث لكن لم يستجيبوا لها. وبعد مضي 24 ساعة اتجهوا إلى الشرطة وقدموا شكوى ضد المرأتين، فتم استجوابهن لكنهن أنكرن معرفتهن بالأمر. وكانت الأم قد سمعت إحداهن تهمس في أذن أختها وتقول لها: أخبريها وإلا لن تتركنا في حالنا. لكن الأخت أصرت الإنكار. الشرطة حاولت مع والدتهن العمياء، وراح الضابط يذكرها بمخافة الله فتكلمت أخيرا وقالت أنها سمعت ابنتها تتفق مع سيد على بيع طفلة لها لكن دون معرفة أي تفاصيل أخرى. بعد هذا الكلام اشتد تحقيق الشرطة مع المرأتين، فقالت إحداهن أنه هناك سيدة عاقر تتردد عليها من شهرين وقد طلبت مني أن أجلب لها طفلة مقابل مبلغ مادي. وخلال فوضى حملة التفتيش على الباعة المتجولين وجدت الفرصة حيث أخذت بيد الطفل وسحبته بعد أن اطمأنت إلى انشغال أمه وسلمته للمرأة العاقر. تم بيع عبد الله مقابل كيلو من اللحم و200 جنيه وعباءة. لكن الصدمة كانت في أن بائعة الشاي لا تعرف المرأة التي باعت الطفل لها ولا حتى اسمها. في الظاهر كانت المرأة من خارج القاهرة لأنها تسافر لكي تقابل بائعة الشاي. مرت 2.5 سنين على خطف الطفل. سافر أهله خلالها إلى أقصى الصعيد للبحث عنه دون جدوى. تم نشر صوره على موقع الفيسبوك ولم تكف هواتف الوالدين على الرنين. كانوا يتلقون اتصالات من أشخاص يزعمون رؤية الطفل في أماكن وظروف شتى، لكن كل تلك الاتصالات لم تؤدي لنتيجة ما. وفي ذات يوم ماطر استيقظت الأم على صراخ خديجة أخت عبد الله وهي تبكي وتدعو: يا رب نفسي أشوف أخي. وفي نفس اليوم جاء اتصال للأم عبد الله من رجل كبير في السن يخبرها بأن طفلها موجود في أحد قرى مينا القمح وأنه سوف يرسل لها صورته.
أرسل الرجل صورته ولم تكن واضحة، وكان شكل الطفل قد تغير، فلم تأخذ الأم الأمر بشكل جدي، فقد تعودت على هذه الاتصالات التي لا تؤدي لشيء في النهاية. الرجل أخبرها بأن الطفل يعيش مع رجل وامرأة لا ينجبون أطفالا، ويخبرون الناس بأن الطفل هو ابن أقارب لهم. ثم أعاد إرسال صورة لهم مرة أخرى، وكانت أوضح هذه المرة، فسجدت خديجة سجود الشكر، وتعرفت العائلة على عبد الله رغم مرور 2.5 سنين على اختطافه. توجهت العائلة مع الشرطة إلى المكان المتواجد به طفلهم، وقالت أم عبد الله أن طفلها لديه أثر 4 غرز في رأسه، وحين رفعوا شعره عثروا على علامة، لكن الطفل كان خائفا من أبويه ورفض الذهاب معهم لأنه نسي عائلته بمرور الزمن، لكن بالتدريج تعود عليهم مجددا، وهو الآن في أحضان أمه. ختاما، ما يسعنا أن نقول سوى أن نسأل الله بأن يرد كل غائب إلى أهله ووطنه وأحبابه. يا رب، أمنهم من كل سوء، وأحميهم واحفظهم، وردهم سالمين غانمين.